حرفيا الموبايل اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اقوى موبايل اقتصادي في الاداء ويكتسح اي منافس تاني. ومش بس كده، شاشه ممتازه وبطاريه عملاقه، ولكن بس عادي في عيوب. هو انا هسيبك تفرح بس يعني اللايك الجميل والاشتراك، ويلا بينا نشوف افضل موبايل اقتصادي تقريبا بالسعر ده. يا اهلا بيكم يا احلى متابعين في قناه موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف الايتل سوبر اس 26 الترا. معرفش الاسم ده كله، ولكن هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف كالعاده، مميزات بقى، عيوب، السعر، المقارنه المهمه اللي بتكون في النهايه، كل حاجه تقريبا. اهم حاجه بس اعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنه مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. كالعاده نشوف تصميم الهاتف، والتصميم هنا عاجبني قوي. تحسه كده تصميم سامسونج 25 الترا او 24 الترا، بس الحقيقه التصميم عاجبني قوي. الظهر المنحني كده، ورفع الموبايل اللي هو رفيع قوي يا جماعه، رفيع جدا. وشكل الكاميرات واللون، لا الفون عاجبني، والشكل الصراحه داخل دماغي. طبعا في الاخر هو اذواق يعني. خامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك، ولكن الفريم بيجي من الالومنيوم. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا جاب حجم 6.8 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس، وبدقة 2436 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها اموليد، ومعدل التحديث 144 هرتز، والسطوع بتاعها 4500 شمعة. الشاشة هنا ممتازة على الفئة دي حقيقي يعني، حرفيا الشاشة هنا مواصفاتها خرافية. اموليد 144 هرتز، سطوع ممتاز، هتقدم لك الوان كويسة جدا واداء تستمتع بيه، وشكلها رايق وكويس. هي كيرف من الجنبين، وفي ناس مش بتحب الكيرف، ولكن حقيقي الشاشة هنا ممتازة بالنسبة لهاتف بالسعر ده، وهتقدم اداء تستمتع بيه. وعلى طول نخش على حاجة من مميزات الهاتف ده، وحاجة خرافية في السعر ده، وهو الأداء بتاع الهاتف أو المعالج. والمعالج هنا هو اليونيسيك تي 7300 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو. هتقول المعالج مش من شركة معروفة زي سناب دراجون أو الميديا تك، ولكن برضو المعالج ممتاز. عايز أقول لك مفاجأة إن المعالج ده بيحقق على انتوتو حوالي من 600 ل 650 ألف نقطة، يعني بينافس معالجات قوية جدا في أسعار أعلى من كده بشوية. الحقيقة إن المعالج ده ممتاز جدا على الفئة دي. هاتف اقتصادي يا جماعة بالسعر ده، هيقدم لك ده كويس جدا في المهام اليومية، فيسبوك، مكالمات، يوتيوب، تصفح، تنقل، كل الكلام ده. وكمان في الألعاب هيشغلها بشكل كويس، يعني في ألعاب هيشغلها 60 فريم زي بابجي والكلام ده. فحقيقي المعالج هنا قوي وكويس من ايتل في السعر ده، ومن أقوى المعالجات في سعره تقريبا، أو يمكن أقواهم كمان. الجهاز بيجي بنسختين، الأولى 128 جيجا مع 8، والتانية 256 جيجا مع 8، والجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. الموبايل بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل ودي للعزل، والكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات 2K 30 فريم في الثانية، وكاميرا الهاتف السيلفي بتيجي 32 ميجا بكسل برضه بتصور فيديوهات 2K 30 فريم في الثانية. نتكلم عن بطارية الهاتف اللي جاب حجم ممتاز جدا 6000 ملي امبير، والموبايل رفيع انا معرفش ازاي، ولكن بطارية كبيرة وممتازة، وهتقدم معاك اداء جامد. بالاضافة طبعا انها بتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، والصراحة الشحن السريع ما عجبنيش. هو كويس مش وحش، ولكنه بالنسبة للمنافسين هو مش الافضل في السعر ده، وكنت اتمنى شحن اسرع من كده. ولكن عشان الهاتف مقدم لك مواصفات كويسة، فبيكون فيه بعض التضحيات يعني. الهاتف يجي باندرويد 15، والجهاز بيدعم NFC. الجهاز للاسف ما بيدعمش منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، والهاتف بيدعم مقاومه رذاذ الماء والغبار بشهاده IP65، والهاتف مقاوم للصدمات من مسافه 1.5 متر. الوان الجهاز هم الازرق والذهبي والرمادي والبيج، والجهاز بيدعم البصمه وموجوده في الشاشه. معلش ثانيه من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقيه، معلش ثانيه من وقتك، اعمل اشتراك لقناه موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده، وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. نتكلم عن المميزات. المعالج الصراحة قوي وممتاز على الفئة دي، والصراحة معالج جبار في السعر ده. برضو الشاشة اموليد 144 هرتز، سطوع كويس، حقيقي جامدة، وهتاخد منها اداء تستمتع بيه، ومشاهدة كويسة. برضو البطارية كبيرة، وتقعد معاك وقت كويس جدا الصراحة. طيب بالنسبة للعيوب، الصراحة الشحن السريع مش أقوى حاجة في السعر ده، وكنا نتمنى شحن سريع أقوى من كده شوية. برضو الجهاز في السعر ده ما بيدعمش سماعات ستيريو.
طيب احنا شفنا كل مواصفات الهاتف تقريبا وفي مقارنة في النهاية، ولكن قبل كل ده خلونا نعرف السعر. خد بالك بس ان السعر في مصر وفي السعودية لحد تصوير الفيديو ده سعر متوقع عشان ما نزلش في اي واحدة من البلدين، والاسعار دي للنسخة ال 256 جيجا مع 8. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $180. السعر متوقع في مصر حوالي 10500 جنيه، السعر متوقع في السعودية حوالي 800 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو الجهاز ده مش عاجبني ايه المنافس بتاعه في نفس سعره؟ هقول لك عندنا هاتف الشاومي ريدمي نوت 14 ال 4G. الهاتف ده هو اقوى منافس للجهاز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين. ولكن قبل المقارنه احب اقول لك ان احنا عملنا مراجعه كامله للشاومي ريدمي النوت 14 ال 4G، لو طبعا تحب تشوفها هسيبها لك في الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه نقارن المعالجات، وهنا معالج الايتل هو اليونيسيك تي 7300 ومعالج الشاومي هو الميدياتك هيليو جي 99 الترا، وهنا معالج ايتل بيتفوق. الاثنين جنب شاشه اموليد والاثنين جوده 1080، ولكن ايتل 144 هرتز وشاومي 120 هرتز. وبص هنا الاثنين زي بعض، هتقول لي ليه يا عم ده 144 وده 120؟ هقول لك يا عم غالبا ايتل بيكون اخره 120 عشان تكون عارف بس، فالاثنين زي بعض. ايتل بطاريه 6000 ملي امبير وشاومي 5500 ملي امبير، وهنا ايتل تتفوق. ايتل شحن سرعه 18 واط، شاومي 33 واط، وهنا شاومي تتفوق. وخليك عارف ان ايتل بيدعم اف سي وشاومي لا، وشاومي بيدعم ستيريو وايتل لا، يعني هم عكسين في الحتتين دول يعني. خلينا نشوف فرق السعر ما بين الجهازين في الاسعار، بس خد بالك زي ما قلت ان سعر ايتل المتوقع، انما سعر شاومي في مصر ده رسمي. سعر ايتل المتوقع نسخه ال 256 جيجا مع 8 10500 جنيه، سعر شاومي الرسمي نسخه ال 256 جيجا مع 8 10300 جنيه. في النهايه لو انت عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رايك في هاتف الايتل سوبر 26 الترا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، طبعا ما تنساش اللايك والاشتراك.